عندنا في العربي لو انا قلت لك اديني كتاب، يا ترى هتديني كام كتاب؟ اكيد هتديني كتاب واحد بس، على الرغم ان انا ما قلتلكش اديني كتاب واحد، يعني انا قلت كتاب بس. اوكي، طيب لو قلت لك اديني كتب هتديني كتب كتير، على الرغم ان انا ما قلتلكش برضو اديني كتب كتير. طيب ده ليه؟ لان لغتنا الجميله، لغتنا العربيه الثريه الغنيه، فيها الكلمة ينفع من جواها كده نفهم المفرد والجمع عادي. ولكن هل ده بقى ينفع معانا في الانجليش؟ absolutely not. لا طبعا. الراجل الاجنبي لو انت قلت له جيمي بوك، يعني اديني كتاب، مش هيفهم، وهيفضل واقف كده يبص لك. يا ترى انت يعني هي عايزه مني كتاب واحد ولا عايزه كتب كتير؟ ويفضل بقى يقلبهم في صراع داخلي كده جواه، مش فاهم اي حاجه، لحد ما ايه، لحد ما يجيله انهيار عصبي ويغمى عليه، ياخدوه يودوه المستشفى. مالك يا قلب امك، تعبان ليه ولا زعلان ليه؟ هيقول لهم علشان خاطر متابعين مس رانيا مش فاهمين ان انا مش فاهم كلمه بوك دي هي مفرد ولا جمع. طيب حلقتنا النهارده بقى ان احنا عايزين نخليه يفهم ان احنا عايزين اتس اونلي وان بوك، كتاب واحد يعني. فما ينفعش ابدا اقول له جيمي بوك، مش هيفهم. طب اعمل ايه؟ اقول له جيمي وان بوك، هو ما بيفهمش الا كده. جيمي وان بوك. طب عايزه يعني شنطه مثلا، جيمي وان باج، جيمي وان دور، جيمي وان ويندو، جيمي وان اي حاجه بقى افتكروا انتوا. المهم يبقى عايزه اقول له بقى طيب تفاحه واحده مثلا، يبقى جيمي وان ابل، جيمي وان انت نمله، يعني اقول له ماشي شغال. المهم جيمي وان اورنج، جيمي وان امبريلا، جيمي وان ايس كريم كده يعني. وبعد كده مس رانيا برضو قالت ايه ده، هم الاجانب دول برضو ما فيهوش لازم كل كلمه اكتب لهم 1 1 1 1، مش حلو، مش معقول. طب نعمل ايه؟ الاجانب قالوا لا لازم نحل المشكله دي كده، عشان مس رانيا صراحه يعني مش سايبانا في حالنا. طيب نعمل ايه؟ قالوا نشيل كلمه 1 ونحط مكانها فبدل ما اقول جيمي 1 بوك اقدر اقولها جيمي ا بوك، جيمي ا نوت بوك، جيمي ا كار، جيمي ا باج، give me a dress, give me a shirt, give me a t-shirt and so on. طيب ولو حبيت بقى اقول له بدل give me one apple، ينفع اقول له give me a apple؟ لا، لاحظ كده هتلاقي ان هما زي ما يكون همزتين جم ورا بعض. وده على فكرة عندنا في العربي الهمزتين اللي بيبقوا ورا بعض دول فعلا بيبقوا صعبين في النطق، يعني مش بيبقى سهل علينا. زي كلمة مثلا عندنا في سورة البقرة كده أأنذرتهم، أأنذرتهم. عشان كده تلاقي ناس من القراء بيسهلوا الهمزة، مثلا التاني يدخلوا حرف كده مد في النص ما بين الهمزتين، يعني كنوع من الايه، من التخفيف، لان نطق الهمزتين ورا بعض صعب. الحتة دي كمان في الانجليش بقى موجودة، بان هم صوت الهمزات اللي ورا بعضه صعب. فلو انا اقول ان ابل، سوري ابل، لا، فهم دخلوا الان بقى هنا كنوع من التسهيل في النطق. يبقى ان ابل، ان ايس كريم، ان انت، ان اورنج، ان امبريلا اند سو اون. طيب انا دلوقتي ما جبتش سيره فاولز خالص، ولا جبت سيره حروف خالص، انا جبت صوت وصوت علشان الناس اللي مش عارفه اصوات الحروف تكون فاهمه ان هو يكون صوت همز. فتعالوا كده ناخد كلمه ابل، اول صوت منها، يعني انطق الكلمه بلسانك وركز في اول صوت انت قلته، فهتلاقيه بتقول ا ا ابل، ابل. طب ما هي الاي اصلا صوتها فيبقى لا، يبقى حط الان في النص، ان ابل. اوكي تمام. اورنج، او اورنج، صح؟ يبقى برضو كأنها همزة مضمومة، شغال. طيب umbrella، نفس الحوار the same. عندي ايس كريم، ايس. يبقى في الحالة دي ما عنديش اي شواذ ولا اي حاجة. ده هيخليني بقى افهم القاعدة اللي زمان كانوا يقولوا لنا ان هي ليها دعوة بالحروف. ويجي يقول لك اصل يونيفرسيتي، يعني هي بادئه بيو بس هي بتاخد يقول لك ليه اصل هي شاذه. لا هي مش شاذه ولا حاجه، هي يو بادئه بيها، يه ساوند، ملهاش دعوه خالص بصوت الهمز اللي احنا قلنا عليه، اللي هو نفس صوت الاي، وده طبعا لتسهيل النطق. علشان كده برضو بنقول على كلمه اور اللي هي ساعه، اتش او يو ار، ما بنقولش عليها
اور ما هي بادئه باتش، لكن الاتش سايلنت، انا ليا دعوه بالساوند ما لياش دعوه بالحرف خالص. ف يبقى ان اور. اكتبوا لي انتوا بقى الكلمات اللي بتاخد بعض الكلمات اللي انتوا حافظينها يعني بتاخد وبتاخد ان، وما تنسوش دعوه حلوه ليا. جود باي.